سلفتي احرجتني قدام اختها، قمت ما سكتش. لقيت سلفتي بتتصل عليا وبتقول لي الحقيني عايزاكي بسرعه. طلعت لقيتها بتقول لي عايزاكي تنضفي معايا الشقه بسرعه لاحسن اختي جايه لي كده ومعاها زميلتها. قلت لها بس كده من عينيا. نضفت معاها الشقه وكله ونزلت اعمل غدا شويه ولقيت جايبه اختها وكمان صاحبتها وجايه ولقيتها بتقول لي عامله غدا ايه؟ ما تقومي كده تحط لنا الاكل عايزين ندوق اكلك. قلت يا نهار ابيض، انا كنت عامله الاكل كده على قد جوزي وعلى قد عيلي، طب اعمل ايه؟ طب هتصرف ازاي؟ قلت مفيش مشكله اكل انا والعيال اي حاجه، بس اهم حاجه اقوم كده بدور الضيافة. بصراحة أختها شكرت في الأكل بتاعها قوي وكانت عايزة تعرف إيه التركات الحلوة اللي بتفرق كده في الكشري المصري. تعالوا بقى أقول لكم الصلصة عملتها إزاي. شوحت فصين توم مهروسين مع كمان هريسة كده، الهريسة اللي احنا بنبقى مخزنينها كده في الفريزر، ونزلت عليهم بعصير الطماطم وعليهم ملح وفلفل أسمر وسبتهم كده يتسبكوا على النار. تعالوا بقى نعمل الرز بشعرية. الرز بشعرية عشان يطلع معاكي مفلفل، وبالذات إيه لما تكوني هتعملي رز بشعرية عشان تحطيه في الكشري المصري لازم يبقى الرز مش معجن معاكي، يبقى مفلفل كده وحلو. هتشوحي شويه شعريه كتير على قد ما تقدري. تحاولي ان الشعريه تكون قد الرز، يعني لو كوبايه شعريه تعملي قصادها كوبايه رز، كوبايه رز مصري عادي. تمام. وهنا هتحطي قصاد الكوبايه والكوبايه بكوبايتين ميه. ده اللي انا عملته. وشوحت بقى الشعريه وخدت اللون الحلو، نزلت بالرز شويه ملح وشوحتهم كويس جدا جدا. اهم حاجه تشوحي الرز حلو قوي لغايه ما يسخن كده ويفلفل معاكي، وتبعد الرزية عن الرزية. وحطيت لها ميه مغليه الكوبايتين وغطيت عليهم وسبتهم بقى. تعالوا بينا يلا نعمل بقى ايه ده الدقه. كله يا جماعه بقيت اعمله بسرعه بسرعه كده، ما خدش في ايدي اي حاجه. قمت جايه عامله بقى ايه، برضو فصين توم مهروسين مع شويه زيت كده في حله، وبدات ان انا اشوح فيهم ونزلت عليهم بفنجان كبير كده من الخل ومعلقه كزبره ناشفه ومعلقه كمون وشويه شطه وشويه ملح وشويه فلفل اسود، وياخدوا غلوه والتانيه. وهنزل عليهم بكوبايتين كبار من الميه، ايه ياخدوا غلوه والتانيه وهطفي عليهم واركنهم على جنب. وبعد كده هصفيهم. الدقه دي بتفرق جدا جدا وبتبقى حلوه قوي. المكرونه بقى اهم حاجه تضيفي شويه ملح وشويه زيت عشان المكرونه بتاعتك لما تيجي تتسلق تبقى مفلفله معاكي وحلوه. طب الكشري المصري بستخدم له المكرونه اللي هي التمن وكمان مكرونه اسباجيتي. بحط ايه بقى، يعني نص كيلو مكرونه من اللي هي التمن قصادها ربع سباكيتي. انا هنا عملت يعني عامله كيلو الا ربع مكرونه وعليه نص كيلو مكرونه اسباجيتي، وهياخدوا غلوه والتانيه، ويعني السوا يكون نص سوا كده. وصفيت بقى المكرونه وحطيت عليها ميه ساقعه عشان ايه ما تلزقش ببعضها. جبت نفس الحله وقمت جايه شاطفاها وحطيت فيها شويه زيت، ونزلت بتوم مهروس مع فلفل اخضر بيفرق جدا جدا، ومعلقه كبيره كده من الهريسه اللي انا مخزناها. وبدات شوحت كده وقلبت فيهم. الريحه بقت طالعه واو، ما اقولكوش ريحتها حلوه جدا جدا. نزلت عليهم بقى كده بالمكرونه وهقلب بقى كله مع بعض. المكرونه هتشرب بقى من الثوم والفلفل الاخضر والهريسه وكل ده. نزلت كده بنص كميه المكرونه وقلبت كويس، وهنزل كده ببقيه المكرونه وهقلب برده كويس جدا جدا كله كده مع بعض. وهسيبها بقى كده على نار متوسطه لغايه ما المكرونه تسخن معايا. من وقت للتاني هقلبها وبعد كده هطفي عليها. عايزه اقول لكم المكرونه بتبقى فظيعه، بتفرق جدا جدا. نيجي بقى للعدس بجبه. هجيب كده يعني نص كيلو عدس بجبه، وهنقيه وانقعه كده واركنه على جنب نص ساعه. بعد كده اعلق عليه مع شويه ميه مغليه وشويه ملح. البصل بقى عايزين شويه بصل كده مقرمشين والطعم يفرق ويكون حلو جدا. هنقطع البصل لجوليان ونحط عليهم معلقه كبيره من بهارات الفراخ، رشه ملح، رشه فلفل اسود، بس كده. ونقلب كله مع بعض. ننزل بقى معلقتين كبار من النشا وعليهم كمان حوالي معلقتين او 3 كبار من الدقيق، واقلب كله كده من المكونات مع بعضها. ويا سلام يا سلام بقى لما تاكلي بقى البصل ده، عايزه اقولك هتاكلي فيه ما تشبعيش، وهيبقى حلو قوي قوي. بهارات الفراخ في طعم البصل بيبقى طعمه رهيب، والنشا بيخلي معاك البصل كده مقرمش وحلو قوي. هنجيب بقى كده اي طاسه على النار، اي صينيه، وانزل كده بشويه زيت يسخنوا. هنزل بقى بشويه بصل حلوين، ولما ياخدوا كده اللون الذهبي اقلبهم على الناحيه التانية وبيقرمشوا بقى بيبقوا حلوين قوي. وابدا ان انا اصفيهم كويس جدا جدا واحط غيرهم وهكذا لغايه ما اعمل كميه البصل كلها. وهنا بقى كنت خلصت كل حاجه، الدقه والعدس صفيته والبصل والرز بالشعريه وكمان المكرونه والصلصه وكل حاجه. نبدا بقى نغرف الاكل مع بعض. نغرف المكرونه، بعد كده عليها الرز بالشعريه، وارجع بعد كده احط العدس بجبه
العدس بجبة طبعًا صفيته وشطفته كويس جدًا بمَيّة ساقعة، وهابدأ بقى إن هنا إيه، أرُص البصل المقرمش بتاعي، يا سيدي، يا سيدي على الجمال! الطبق ده برّه بكام يا جماعة اكتبوا لي كده في الكومنتات، وأبدأ بقى إيه ده، أزوّقه كده بالإيه، بالصلصة تمام، وطبعًا أنا هاحط برضه صلصة في الأطباق وهاحط دقة وأنا كده باقدّم الأكل. عايزة أقول لكم إن الكشري في البيت بجد بالتركات الحلوة دي مش هتلاقوها في أي مكان برّه، ما فيش بقى تسلم إيديكِ ولا إيه، بجد، بجد باحبكم.